العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي، أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية الإذاعية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. أهلا بكم إلى التفاصيل. ظلت تقدم النداءات والتوجيهات لتطبيق التعليمات الصادرة عن قوة المهام العليا للحد من جائحة فيروس كورونا بالبلاد، التي بلغت فيه حالات الإصابة 39 حالة إصابة تماثلت منها 26 حالة الاشتفاء. وتماشيا مع طبيعة تفشي المرض الذي ليس له أي لقاح أو أدوية، لا يمكن التراخي، لذا ينبغي تطبيق سبل الوقاية السهلة المجربة كملازمة المنازل وغسل اليدين والنظافة والتباعد الاجتماعي. وحسب ما أكدته الدراسات، يمكن الشخص الواحد نقل الفيروس إلى 59 ألف شخص خلال شهرين في حال لم تتخذ خطوات لازمة، وأن طبيعة الفيروس تبين بأن الخطر لا زال قائما. لذلك يجب على المواطنين وخاصة الأسر اتخاذ خطوات احترازية جادة. وشهدت أسواق قدايف والسوق في العاصمة أسمر اليوم السبت مخالفات مكشوفة لقاعدة التباعد الاجتماعي، وكالعادة هذه التجمعات تخلق بيئة ملائمة لتفشي الفيروس، ولا بد من حدها دون إيلاء الاهتمام للحجج المقدمة أيا كانت. ومع أن التعليمات المنفذة تخلق ضغوطات كبيرة على الحياة المعيشية للمواطنين والأنشطة التجارية والاقتصادية وكذلك التواصل الثقافي والاجتماعي، إلا أن السلامة والأمان تمنحان الأولوية. لذلك يجب تطبيق التعليمات حتى زوال خطورة الوباء بصورة شاملة عن البلاد. يواصل الشعب العتري في الداخل والمهجر مساهماته لصندوق التصدي لوباء فيروس كورونا. وأضاف عمال وزارة الأراضي والمياه والبيئة إلى تبرعهم السابق 100 ألف نغفة، وعمال مصنع قدم للأسمنت 200 ألف نغفة، وعمال بيتشيني في فيتريا 100 ألف نغفة، وعمال مؤسسة التأمينات الوطنية الفيترية 50 ألف نغفة، ونادي بابليك تيك سيرفيس 30 ألف نغفة، وسينما روما 20 ألف نغفة، وقادو سمبل 15 ألف نغفة، وشركة مايوعي المحدودة 15 ألف نغفة، وفيديكس 10,000 نغفة، ومتجر إلكترونيات 10,000 نغفة، وأسمرة لبيع الأدوات الرياضية 5,000 نغفة، وبر أمريكا 5,000 نغفة، وطاحون التخليق 5,000 نغفة، وفاميلي بيسيريا 10,000 نغفة، وبر وينتا 2000 نغفة، وطاحون التدلى باشاي 5,000 نغفة. على الصعيد نفسه تبرع سكان ضواحي مديرية صنعاء 154,845 نغفة، وفي مديرية عتكليزان تبرع أصحاب المتاجر 45,443 نغفة، و33 كنتال ذرة ومواد غذائية أخرى. كما تبرعت شركة ليبيا أويل 50,000 نغفة، ومصنع أسمرة للنبيذ 30,000 نغفة، وطاحونة هدآت والدايس 6,000 نغفة، وطاحونة عند ميكيل أندرياس 6,000 نغفة، وطاحونة زكرياس رأياه 5,000 نغفة، وفندق كابري 5,000 نغفة، ومطعم أمير 10,000 نغفة، ومصنع فلاين أسمر 10,000 نغفة، وطاحونة كدانسيوم 6,000 نغفة، وتوزيع قاز أخرية 5,000 نغفة، وطاحونة سلام هبتمرين 5,000 نغفة، والجمعية التعاونية للمنطقة الشرقية 15,000 نغفة.
كما تبرع ميرب سوبر ستور 10,000 نغفة، وبرتانا 5,000 نغفة، ومتجر أسمر للعدسات 10,000 نغفة، ومتجر إيري باستا 10,000 نغفة، ومطعم أريا جراندي 5,000 نغفة، وطاحونة تيريزا سليلو 6,000، وطاحونة رسوم والدمرام 6,000 نغفة، وطاحونة محمد أمان 6,000 نغفة. كما تبرع حلواني تي اف 5,000 نغفة، وإيست أفريكا فريت ترانسبورت 5,000 نغفة، وطاحونة سيوم مسقانا 5,000 نغفة، ومركز صحة المسنين 25,000 نغفة، ومؤسسة إيري بسكويت 10,000 نغفة، وروضة كنانات 5,000 نغفة، ومؤسسة ساتريبا الفنية 5,000 نغفة، وفندق كوستينا 30,000 نغفة. وتبرعت الجهة الإريترية في كينيا والإريتريين المقيمون في تنزانيا وأعضاء السفارة الإريترية في كينيا ومواطن مقيم في رواندا 100,000 دولار أمريكي. قدمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط مساعدات للأسر المحتاجة القابعة في بيوتها تنفيذا للتعليمات الصادرة لمكافحة وباء كورونا. وقدم الدعم ل100 أسرة في 16 مديرية بالإقليم، حيث قدمت الهيئة مواد غذائية لشهرين لكل أسرة حسب تعدادها بقيمة إجمالية بلغت 100,000 نغفة. وقدمت المواد الغذائية ل100 محتاج بقيمة 28,000 نغفة تبرع بها أعضاء جمعية القديس قرقيس أبناء ضحية عداء بيت المقيمين في الخارج، و9,000 نغفة قدمها محسنين. من جهة أخرى، ألقى 4 مؤجرين في عداء بيت إيجارات 23 مستأجرا حتى زوال مرض كورونا من البلاد. شهد إقليم جنوب البحر الأحمر تقديم مساعدات عينية للأسر المحتاجة التي لازمت المنزل تطبيقا للتعليمات الصادرة للحد والوقاية من وباء كورونا. واشتملت المساعدات العينية التي قدمها أعضاء القيادة الشرقية والمواطنين على المواد الغذائية والنظافة، وبموجب ذلك قدمت الفرقة العسكرية في الجبهة الشرقية والقوات البحرية وهيئة التموين والمخابرات العسكرية ومستشفى دحتوم العسكري 134 كنتالا من الدقيق والسكر، و30 كنتالا من العدس، وأكثر من 800 لتر من الزيوت وغيرها من المواد الاستهلاكية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية توزيع مواد استهلاكية وخاصة بالنظافة قدمها التجار في مدينة عصب تقدر ب100,000 نغفة لحوالي 1000 محتاج في كافة مديريات الإقليم. من جهة ثانية، ألقت أسرة المتوفي قجام باشا يوهنس في مديرية أرباط أسمرة بالعاصمة أسمرة إيجار 5 مستأجرين لمنزله في العاصمة أسمرة لفترة شهرين. كذلك قام بنفس الفعل السيد جوفرمنت هنتس فماريم المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية للأسرة المستأجرة منزله في مايتمناي حتى يتم احتواء الجائحة في البلاد بصورة شاملة. سيداتي سادتي، إلى فاصل مسمى وفيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز أن حركة طالبان شنت أكثر من 4500 هجوم في أفغانستان في تصعيد شديد للعنف خلال فترة 45 يوما منذ أن وقعت اتفاقا مع واشنطن يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وتوضح مجموعة من البيانات، إحداهما من مصدر عسكري غربي والأخرى من هيئة مستقلة، زيادة في الهجمات بنسبة تزيد عن 70% خلال الفترة من بداية مارس حتى 15 من أبريل مقارنة بنظيرتها من العام الماضي. على صعيد آخر، تشير بيانات الحكومة الأفغانية إلى أن أكثر من 900 من أفراد القوات المحلية والوطنية الأفغانية قتلوا خلال نفس المدة، ارتفاعا من 520 في الفترة نفسها من العام الماضي. ويقول المسؤولون غربيون وأفغان ومستقلون كبار يتابعون الموقف على الأرض في البلد الذي دمرته الحرب أن زيادة الهجمات تظهر عدم احترام الجماعة بشكل متعمد للتعهد الخاص بخفض العنف المنصوص عليه في الاتفاق الموقع في أواخر فبراير بالدوحة. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حظرا فوريا للأسلحة الهجومية بعد أقل من أسبوعين على أسوأ عملية إطلاق نار شهدتها كندا وأودت بحياة 22 شخصا الشهر الماضي.
وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي أن حكومته وافقت على مرسوم يحظر بيع وشراء واستخدام ونقل واستيراد 1500 طراز من الأسلحة الهجومية العسكرية. يأتي هذا الإعلان بعد 12 يوما على إقدام رجل مسلح على قتل 22 شخصا خلال إطلاق نار عشوائي في منطقة بنوفا سكوتيا الريفية في كندا في أسوأ عملية من نوعها تشهدها البلاد منذ عقود. واستخدم منفذ العملية أسلحة عدة، وصفت الشرطة واحدا منها على الأقل بأنه سلاح هجومي، وقد تم الآن حظره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية أجازت لشركة جيلياد ساينسز أن تستخدم بشكل طارئ علاجها التجريبي المضاد للفيروسات ريمديزيفير لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19. ووصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة الإجراء خلال اجتماع بترامب في البيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة، وقال أن الشركة تبرعت ب1,000,000 جرعة من العقار لمساعدة المرضى. والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ أنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم. وفي وقت سابق توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل عدد الوفيات من جراء كورونا في الولايات المتحدة ما بين 60 إلى 65 ألف ضحية، وتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم سقف 3.4 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من 400,000 شخص. أعلنت أوغندا أن منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا ارتفع لأعلى مستوى له في أكثر من نصف قرن بعد نحو 8 أشهر من الأمطار الغزيرة، مما يشكل خطرا على سدود توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد. وتعتمد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بشكل شبه كامل على 4 سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل الذي تغذيه البحيرة، وسيكون لأي تهديد لهذه البنية التحتية الخاصة بالطاقة تبعات اقتصادية هائلة. وقال وزير المياه والبيئة الأوغندي سام تشيسبورس أن الأمطار الغزيرة التي بدأ هطولها في أغسطس الماضي رفعت منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا إلى نحو 13.4 متر، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ 1964. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والاصغاء، دمتم في أمان الله.